ورحمه الله وبركاته، متابعيني ومشاهديني مطبخ سهير خطاب. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد، وفيديو النهارده هنعمل مع بعض حاجه تنفع للعشاء او للغداء او للفطار او لوقت الزناقات. معلش انا جيت اصور قبل كده الفيديو لقيت الحته الاولانيه ممسوحه. النهارده البطل بتاع الحلقه بتاعنا معانا جلاش، وطبعا لازم يكون فريش، او لو عندك اي حاجه وتفر يعني مش مشكله. عندي النهارده زيتون، عندي الحشوات على حسب مزاج حضرتك، مش يعني دي راجعه لك انتي، مش لازم انا عندي هنا عصاك فراخ، وعندي بولوبيف، وعندي بسطرمه، وعندي زيتون، وعندي جبنه موزاريلا. وهنا انا حاطه بتاع نص كوبايه سمنه بلدي او كوبايه، وحاطه 2 زبادي، وحاطه عليهم معلقه بيكنج باودر، وربيتهم مع بعضيهم ولسه مخلصاهم وعطوني النتيجه اللي احنا ايه شايفينها مع بعض دي. وده عصاج الفراخ اللي عملته معاكم في فيديو قبل كده، وده برده البلوبيف بتاعي برده اللي انا عاملاه معاكم في فيديو قبل كده، والبسطرمه نفس الطريقه، وده اللي انا هشتغل بيه كله. وفي فلفل الوان بس انا مش قادره اطلعه دلوقتي عشان خاطر هو مجفف، فلو طلعته هيطرى ويبقى مش حلو. ومعانا بيض برده، فما نسبقش الاحداث، هنبدا بقى ونسمي الله مع بعضينا كده. معايا صينيه او اي حاجه بقى اللي يعجبكم بقى، قالب، صينيه مدوره، بايركس، اي حاجه اللي انتوا شايفينه ومريحكم تشتغلوا فيه اعملوا. بس انا عن نفسي شخصيا انا بحب اتعامل مع الالومنيوم الاول، خبزهم ممتاز ورائع وبيريحوا وبيطلعوا الحاجه مستويه جميله جدا. هنبدا بقى كده مع بعضينا، يا رب كده يكون واضح لكم اهو. هاخد دي سمنه فلاحي اهي، دهنت بيها اهي كده. انا دهنت الصينيه بتاعتي، هبدا بقى انزل بايه. خدوا بالكم بقى، هشيل بقى دي واحطها هنا، وهنا لفه الجلاش هقسمها عشان خاطر بس تبقوا فاهمين وعارفين هيتعمل معاكم قد ايه. ده كده اهوت اهو. هاخد ورقه ورقه، وكل ورقه هاخدها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد ورقه كده وهحطها هنا كده، يعني المهم ان انا هسكنها فين، هسكنها هنا. وهاخد هنا حاجه كده بسيطه، وهفضل ادهن، اعدل الورقه دي بتاعتي. وقصاد كل ورقه انا هحطها يعني سواء ان انا حطيت الناحيه دي او الناحيه التانيه، هحط برضو قدامها، بصوا يعني كده، هحط برضو قدامها من الناحيه التانيه كده قصادها ورقه، وبرضو هدخلها واسكنها فين، هسكنها هنا. وبرضو هحط فيها الزبادي بالسمنه اهو. وهتدهني الحروف بتاعتك كده عشان خاطر يبقى كله تبقى مورقه معاكي. خلاص انا كده الناحيه التانيه خلصتها. هاجي بقى اعمل ايه، هخش بقى على الناحيه دي، هاخد الجنب ده وهحاول اسكنها عشان اغطي على الجنب التاني اللي انا عاملاه اهو. خلاص كده. وبرده هدهنها دهنه من الخليط اللي احنا عاملينه. هاجي برده الناحيه التانيه، معلش انا هشيل الحاجه دي دلوقتي كده مؤقتا. الناحيه التانيه هروح جايه برده، واروح جايه برده هنا وحاطه الورقه دي هفضل بقى كده احط ورقه كده وورقه كده لحد لما اشوف ان الكميه كده بتاعتي مظبوطه، او السماكه بتاعت البتاع مظبوطه معايا. هرجع تاني اهو، هحط منين، من الجنب ده تاني اهو. برضو هاجي الناحيه التانيه اهو، اوسع لكم برضو، معلش لما نيجي ساعه الكباش هنبقى
الناحية التانية كده برضو هسكنها. معلش احنا هنعمل مع بعض واحدة، وانا هعمل اللي باقي مع نفسي، وبعد كده هنشوف بعد ما يتخبزوا هيطلع شكلهم ايه. بس هي اول واحدة هشرح لكم ايه عليها عشان الفيديو برضو ما يطولش معايا. هنا معايا الورقة شفتوها وهي مقطوعة ولا تشغلني اهي، برضو احطها ولا فيها اي مشكلة اهي. بصي لو عندك ضيوف وجايين لك فجأة هتقومي تعمليها، مفيش يعني مفيش 10 دقايق اهو. اهو زي ما احنا شايفين كده. هرجع برضو اهمت هنا كده ايه 2 وكده 2. بصوا في كل ايه، في كل جهة مقابلة ليها حطلها زي ما هي. هرجع هنا برضو وهياخد واحدة تانية او تالتة، وهستكفى ان كل جنب هياخد 3 ورقات، مش هكتر عن كده عشان ما تبقاش تخينة قوي معايا اهو. الناحية التانية برضو هياخد واحدة تانية. هيجي برضو كده من الناحية دي يعني كيلو جلاش يعمل لك بتاع 3 صواني من اللي هما المدورين مقاس 30 ده اللي انا بعمله. وصدقوني الواحدة يعني انا عملتها وانا وجوزي اكلنا واحدة وقايمين يعني بصوا ما شاء الله. وعندي ابني يعني ما شاء الله عليه شاب وبيحب الحاجة دي، ما كملش طبعا الصينية هو واخته اكلها، فعشان كده بقول لكم يعني تبارك الله. بصوا بقى خلينا متفقين، لو هتعملوا بسطرمه او هتعملوا بلوبيف زي كده زي كده اهوت هتحطوا بيضايه الاول، هتربوا بيضايه اهي. لو هتحطوا بلوبيف او بسطرمه هتحطوا بيضايه اهو. انا بس بقرب لكم الدنيا كده يا رب يكون كده ايه واضح ليكم اهو. هرب بيضايه واحطها في الاول هنا عشان خاطر احط ايه البلوبيف عليها او البسطرمه اي حاجه. لكن لو فراخ او لحمه مش بحط بيض في قلب الحشوه. خلاص اهي هنا كده بحط العصاج بتاع الفراخ وطبعا مش هحط فلفل الوان لان هو عليه فلفل الوان. خلاص كده هقفل بقى على كده اهوت. هاجي بقى كده كل ورقه هقفلها برضو هعمل زي ما انا عملت اهي. بس المهم ان انتي تسكنيها كده وبرضو تدهنيها عشان تبقى مورقه معاكي، ما تبقاش طالعه مكتومه ويبقى بس كله ايه عجين فوق بعضه اهو. وبرضو دول هدهنهم اهو. هاجي برضو من الناحيه التانيه كده اهو. وبرضو بصوا بسكنها فين اهي برضو وبرضو هتني دول الورق ده وهتنيه كده وهنا برضو اهو.
برضو حتني. والله سهله، والطعم والله ما قادره اقول لكم تحفه 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 بجد يعني، خصوصا في الساعه اللي احنا فيها دي. عايزين اي حاجه كده تكون دافيه وسهله معانا. بصوا عايزه اقول لكم بقى، لو حد هيعملها ومستثقل مثلا ولا حاجه، وعنده حد في البيت مش هيبقى موجود او مكسل ان هو يقوم يعملها له، ممكن تعملوها وتحطوها في قلب التلاجة علشان خاطر ما تطراش منكم. ارجع بقى هنا كده، ارجع تاني. انا كده خدت من هنا اهوت، يبقى هاجي من هنا. خلي بالكم من الموضوع ده، تشوفوا انتوا اخر حاجه عملتوها فين علشان خاطر تطلع مورقه معاكم. وهحط دول برضو كده. ومن الناحيه دي هكمل بقى عشان الفيديو ما يطولش معاكم. كده حبايبي خلاص انا جبت بيضايه اهي بربها، عشان دي هعملها حشو بسطرمه او بلوبيف اهي. بنزل البيضايه بتاعتي كده كلها، وهوزعها كده على كل البيتزايه زي ما احنا شايفين مع بعض كده اهو. وحطيت عليها شويه فلفل اسود عشان الزفاره بس بتاعت البيض مش اكتر. وهاجي هنا نحط بقى ايه البلوبيف، اوزعها بالطريقه دي. ونفس اللي انا بعمله برضو هعمله في حشوه البسطرمه. طبعا زي ما قلت لكم الحشوه دي انتوا مزاجكم، كل واحد اللي بيحب حاجه يعملها. كل حاجه بتنفع، كل حاجه. لو عايزه حتى تحطي سمك فيليه مفيش مشكله، لو عايزه تحطي جمبري، تحطي كاليميري، اي حاجه هتنفع معاكي. خلاص كده هاجي بقى احط هنا في النص كده، حطي جبنه موزاريلا. دلعي بقى ايه الولاد، ودلعي الفطيره بتاعتك. هي الجبنه عشان انا طلعتها وحطيتها على الرف فطرت معايا. خلاص. وهنحط فلفل الوان حبه برضو كده في قلب النص كده. مش هكتر طبعا. خلاص كده. طبعا انا كده اهوت هقفل الفطيره بتاعتي خلاص، هخلصها وبعد كده هخلص التانية، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. نفس اللي انا عملته في الاول هتنيها برضو واخلصها. وكده اهوت زي ما انتم شايفين انا عملت بيضايه اهيت فوق الوش كده زي ما احنا شايفين مع بعض. يا رب يكون واضح ليكم كده اهو. وهحط دلوقتي فلفل بقى الوان زي وش البيتزا او الفطير الشرقي اهو. احط بقى كده فلفل الالوان بتاعي. عارفين بالميكروفونات دي مش عارفين نقعد من غيرهم بصراحه. حبه حبه هيخشوا البيت عندنا. انا مش عارفه كيلو زيتونه ب10 جنيه ده ايه بصراحه.
زي ما احنا شايفين كده اهو. هاجي هحط برضو زيتون اسود كده ابو 10 جنيه اللي هو بيقول عليه كده. طبعا مش قادره بقى اوصف لكم الجمال والحلاوه بتاعته لما بيتخبز كده ويطلع كده والوش بتاعه احمر وجميل. كتري بقى كده ايه وتوصي كده بالولاد اهو. زي ما احنا كده ايه شايفين مع بعضينا. وطبعا الجبنه الموزاريلا بس لما يخش الاول ويستوي علشان تكون فكت بس شويه، اللي نسيت ان انا اطلعها من الفرن. هنحط بقى الجبنه الموزاريلا بس الاول يتخبز، وبعد كده هو نص خبيز واروح مدخله واروح حاطه الجبنه الموزاريلا فوق الوش عشان خاطر تحمر الدنيا وتبقى تخلي المسائل بيس. خلاص كده هنسويها بقى هنشوفها مع بعض كده حبايبي. خلاص بعد ما طلعت زي ما احنا شايفين مع بعض، بس ايه يعني سهيت عليها شويه بس حلوه متحمره. بصوا بقى من تحت، بصوا بسم الله ما شاء الله عليها تبارك الله. يعني هوريها لكم، هطلعها في قلب حاجه. بصوا كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بصوا يعني بصراحه تحفه تحفه تحفه. احنا بصوا بقى بقطعها بايه، يعني اللي مش عارف يقطعها بكده بقطعها زي بتاعه المحلات. زي المحلات ما بتقطعها وبتديها لنا جاهزه اهي. اوريكم بقى، هقطع لكم كده ايه جزء كده بس هي سخنه مولعه موجوجه. سلكها كده بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الله. بصوا الجمال، يا رب تكون واضحه. ايه رايكم؟ شايفين الجمال؟ بصوا التوريقه والحلاوه. يلا لو عجبكم الفيديو عايزه لايك وشير وسبسكرايب. كل اول مره يشوف قناتي يعمل لي شير ويشترك عندي في القناه فضلا وليس امرا، ويشرفني وجوده عندي. واتمنى ان هي تعجبكم وتكون حازت اعجابكم. والتانيه طبعا اللي هي بالبسطرمه، والتالتة طبعا انا ما سويتهاش، شايلاها في قلب التلاجة عشان لما حد يجي يبقى كله يعني يتاكل طازه كده اهوت. اشوفكم على خير في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.